السلام عليكم بنات، نتمنى نلقاكم فيديو نتوما بخير وبصحه جيده يا رب. الاقتراح ديال اليوم غيكون عباره على البراونيز اللي الاغلب لما قلت كاع الناس كيحماقوا عليه. غادي نعطيه لكم بطريقه اقتصاديه، ولكن غنقول لكم شنو هو البديل. بالنسبه لبنات الشوكولات واللي هو شيء اساسي، كنخدموا بالشوكولا غيش. براونيز ما كيتخدمش زعما سورتو للكليان، مثلا في لي كوموند ما كنخدموش بالشوكولا العادي والشوكولا دو كوفرتور ولا كالا ولا شي حاجه. غير انا هنا اختار ما كانش توفر عندي شوكولا غيش، فدرت ماكاو. حتى هو شوكولا دو كوفرتور، ولكن احسن من كالا. وغادي نضيف ليه هذوك لي مورسو د شوكولا نوار اللي كيكونوا 70% نسبه الكاكاو، غير باش شويه نعادل المذاق. هادو كنت صوبتناهم غير لينا للدار، ماشي مشكل. اما بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا لي كوموندو داكشي، راه كنخدموا بالشوكولا غيش. كنديروا مقدار ديال 350 غرام ديال الشوكولا مع 250 غرام ديال الزبده. وحتى الزبده كتكون نوعيه جيده، كديروا سونطرال ولا كديروا جوده ولا اللي متوفر عندكم. كنديروا في حمام مريم وكنخليوه يذوب. وفي الجهه الاخرى البنات كنديروا 4 ديال البيضات، كيكونوا بحراره المطبخ. كنحاولوا اننا نضيفوا ليهم 250 غرام ديال السنيده وواحد القبيصه ديال الملح، وغادي نطربوا هادشي كامل حتى كيضاعف عندنا الحجم ديال بحال باغي نصوبوا جينواز. وهاد الخليط البنات كنضيف ليه تقريبا 2 معالق ديال الكاكاو المر، باش كنزيد نعزز المذاق ديال الشوكولاط. في حاله الا درنا شوكولا غيش راه ما كنحتاجوش نضيفوا هاد الكاكاو. وكنضيفوا كذلك 250 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، نوعيه جيده. كنحاولوا ديجا يكون مغربل، هذا امر مفروغ منه. وغادي نبداو نحركوا هكا بالضراب، حتى ندخلوا داك الدقيق كامل في بعضياته. هذا واش كان الخليط اللي كنحصلوا عليه. من بعد ما دخلنا الدقيق كنبداو نضيفوا هذاك الخليط الاول ديال الشوكولا والزبده، ولكن حتى كيولي دافي حتى البارد. راه ما خاصناش نضيفوه هو سخون باش ما ياثرش لينا على البيض. فقط كنحاولوا اننا ندخلوا هذيك الكميه كامله غير بشويه بشويه. والحاجه الاساسيه اللي كتميز البراونيز هي الكركاع، كيكونوا مصهدين وشي شويه في مقيله كنهرمشو كنضيفوه. ممكن انكم تضيفوا 50 غرام 100 غرام، على حسب نتوما شحال كيعجبكم، واش يكون عامر بزاف ولا شويه. الا ما كنتوش كتاكلوا الكركاع ممكن انكم ديروا به ما ديروش كاع. ولكن اللي كيميز البراونيز صراحه هو الكركاع، حيت كيتواتى مع الشوكولات بواحد الطريقه زوينه بزاف. انا هنا هذا الخليط غنقسمو على 2. غادي ندير شكل دائري. بغيت ندير واحد التشكيل ديال البراونيز كيجي بحال البيتزا وكيدار فيه شوكولا. وغادي ندير هذاك العادي اللي غنقطعو مربع، مربعات. صافي، وكل واحد غادي ندير له تزيين مختلف. هذه طريقه البنات بالنسبه اللي عندها عيد ميلاد ولدها ولا مهم عندها شي عيد ميلاد وشي مناسبه، كتحاولي انك تنوعي الشكيلات. وكتعرفوا كل ما دخلنا الالوان في في المائده ديال هكا الحفلات كل ما كيجي زوين. صافي، هذا مني كنكملوه كنقادو ليه الوجه ديالو غير بهذيك سباتول، كندخلوه الفرن على نار مهيله حتى كيبان لينا دار لنا واحد القشيره من الفوق. هذيك الساعه كيكون طاب، كي كتشوفوا كيتشقق وكيدير لك واحد القشره. هو راه السر ديال البراونيز واش ناجح ولا لا هي ديك التعليكه اللي كتكون فيه، ما كيجيش ناشف وممطو، كيجي معلق. هادو هما لي مورسو اللي قطعت.
غادي نحاول اننا نديرهم في الطبق اللي غنقدم فيه. هنا اختاريت البنات انني نزينو بالهذا باللوتس. كنحاولوا اننا ناخذ شويه واحد الكميه وكندوبوها في حمام مريم، وكنحاولوا نزينوا بها البراونيز ديالنا. كيتماشى مع صراحه. وممكن ديروا اي حاجه نتوما كتفضلوا، نوتيلا، ميلكا، يعني اللي بغيتو كدهنوا الوجه ديالو. ممكن فقط ديروا فوق منها غير قرقعه من الفوق وتقدموها. يعني كيبقى شكل تقديم اختياري، وانتم شنو كتعجبكم في المذاق. هاد الشكل بالضبط كيحماقوا عليه الوليدات الصغار، حتى فعلا كيكون فيه الوان كثيره وكيكون فيه انواع كثيره ديال الشوكولا. كتسمى بيتزا، يعني براونيز علاش بيتزا، حيت كنديروا لها ديك التقطيعه ديال المثلثات. كيف قلت لكم ممكن دهنوها بداكشي اللي متوفر عندكم واللي كيعجبكم. هنا غادي نعاود نستخدم هذيك اللوتس، وتقدروا ديروا حتى نوتيلا، شوكولا، يعني اللي كتفضلوا. تحاولوا تزينوا بها وديروا واحد اشكال مختلفه. سيرتو قلت لكم ان هذا الشكل مفضل عند الوليدات الصغار بزاف بزاف، يليق لكم كفكره في اعياد الميلاد.
وهذا واش كان نهائي يعني ديال الافكار اللي وجدت معكم اليوم. كاين مازال يعني بوبس كيك، ماغنوم، ميني تشيز كيك، على حسب زعما الا كان كيعجبكم هادشي د الافكار د اعياد الميلاد خليوها لي في التعاليق، ونبقى كل مره نسجل لكم فيديو على شي حاجه معينه ممكن انكم ديروها للوليدات ديالكم في عيد الميلاد ديالهم. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.